بيبدأ المسلسل ببنت جميلة اسمها جين، وبتكون شغالة محامية، وبيكون عندها قضية في الوقت ده، وبتكون واقفة تتدرب على المرافعة اللي هتقولها في المحكمة قدام صاحبتها المقربة نيكي. وبعد ما بتخلص جين تدريب بتفضل نيكي تشكر فيها وفي اسلوبها، وبتقول لها ان هي هتكسب القضية دي بمنتهى السهولة. وبتجهز جين عشان تروح المحكمة، بس قبل ما تمشي بتبدأ تعرفنا ان هي مش مجرد بنت طبيعية زي اي بنت، وان هي بتقدر تتحول لنسخة نسائية من هالك او الرجل الاخضر. وبتبدأ جين تحكي لنا ازاي قدرت تكتسب القوة دي، وبنرجع بالزمن كام شهر لورا، وبنشوف جين وهي في رحلة مع ابن عمها بروس بانر، واللي هو بيكون البطل الخارق هالك، واللي بيتحول للوحش الاخضر. وده لان هو حصلت له حادثة من فترة كبيرة جدا، وفي الحادثة دي دخل جسمه كمية كبيرة من اشعة جاما، واللي المفروض كانت تقتله فورا بسبب قوتها الرهيبة اللي مفيش انسان طبيعي يقدر يستحملها. لكن جينات بروس الوراثية ما كانتش زي اي جينات بشرية وقدرت تستحمل الاشعة دي. وكمان غير كده ادت بروس قدرة ان هو يتحول للوحش الاخضر، واللي بيكون عنده قوة تدميرية ما حدش يتخيلها لما بيتعصب. ولكن مع الوقت قدر بروس يتحكم في القوة دي، ويعرف امتى يتحول للوحش وامتى يفضل على هيئته البشرية، وبقى يستخدم القوة دي في محاربة الشر والتصدي لأي خطر. وبيكون بروس في الوقت ده على هيئته البشرية، وبيكون راكب العربية مع جين وبيتكلموا، لحد ما فجأة بتظهر مركبة فضائية قدامهم، فبتغير جين مسار العربية بسرعة، فبتتقلب العربية بيهم أكتر من مرة. وطبعا هما الاتنين بيتجرحوا وبيفقدوا الوعي، ولكن جين بتفوق الأول، وبتروح بسرعة تطلع بروس من العربية وهي مجروحة في إيديها. وأثناء ما هي بتطلع بروس بيكون بروس بينزف، وبيقع دم من جسمه على إيديها ودمهم بيختلط ببعضه. وفي اللحظة دي بتحس جين بإحساس غريب، وبيبدأ جسمها يتحول للون الأخضر، وبتفقد الإحساس والشعور بأي حاجة، وبتفضل تجري في الغابة زي المجنونة لحد ما بيغمى عليها. ولما بيجي الليل بتفوق جين في الغابة وهي مش فاكرة أي حاجة ولا عارفة هي فين وجات المكان ده إزاي. فبتفضل تتمشى في الغابة لحد ما بتلاقي مالها ليلي، فبتدخل الحمام وهي شكلها متبهدل جدا، وبالصدفة في شلة بنات بيدخلوا للحمام وبيشوفوها، فبيروحوا عشان يساعدوها وبيدوها هدوم تلبسها بدل هدومها المقطعة. فبتشكرهم جين وبتطلب منهم يدوها تليفون، وده علشان تتصل ببروس يجي ياخدها. وبتطلع جين تستنى بروس قدام الملهى بره بعد ما كلمته وقالت له على مكانها. واثناء ما هي مستنياه بيجوا 3 شباب يعكسوها، فبتحاول ان هي تتجنبهم، لكن هم بيفضلوا يضايقوها لحد ما هي بتفقد اعصابها وبتتحول لهالك مرة تانية غصب عنها، لحد ما بيتدخل بروس وبيبعدها عنهم وبيفقدها وعيها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت بروس، فبتغير هدومها وبتروح تدور عليه، وبتنزل لسرداب البيت واللي بيكون مختبر بروس هو اللي بناه. وبتقابل بروس في السرداب وهو في هيئة هالك، ولكن بيكون في كامل وعيه ومتحكم في نفسه. فبتطلب منه تفسير للي حصل لها ده، فبيبدأ يشرح لها ان وقت ما هما الاتنين كانوا بينزفوا دم مختلط بدمها، فبالتالي اشعاع جاما اللي جوه دمه اتنقل لدمها، والمفروض ان هي كانت تموت، لكن علشان هي قريبته وعندها نفس الجينات الوراثيه بتاعته قدرت تستحمل الاشعه وتتحول هي كمان لهالك زيه. وبيقول لها ان هو اكتشف كل ده بعد ما خد عينات من دمها وعمل عليها تحاليل، وبعد ما بيخلص كلامه بياخد عينات دمها دي وبيروح يتخلص منها تماما. وبيقول لها ان دمهم هما الاتنين ما ينفعش يقع في ايد اي حد، لانه لا اما هيموت يا اما هيتحول لهالك زيهم. فبتقول له جين ان هي ملهاش دعوه بكل المواضيع دي، وان هي عايزه ترجع بنت طبيعيه تاني، لكن هو بيقول لها ان ده مستحيل، لانه لو كان ينفع كان هو عمل كده لنفسه من زمان، وان اقصى حاجه ممكن يعملها ان هو يعلمها ازاي تتحكم في قوتها وامتى تتحول وامتى تسيطر على نفسها. فبتتضايق جين جدا وبتطلع تاكل وهي حزينه، لانها كده مش هترجع لطبيعتها مره تانيه. فبيقعد بروس معاها وبيقول لها ان هي لازم تتاقلم على حياتها الجديده وتحاول تبعد عن الناس، والاهم من كده ان هي تبدا تسيطر على قوتها، لان هو فضل 15 سنه عشان يسيطر على نفسه، واكيد هي هتاخد مده اكبر. وبياخدها وبيبدا يدربها ازاي تتحكم في الوقت اللي هتتحول فيه، وبيحطها تحت الضغط والخوف. ومن اول تدريب بتتحول جين لهالك وبتبدا تكسر المختبر عليه، فبيكون فاكرها مش قادره تسيطر على نفسها وبيحاول يهديها، ولكن بيتفاجئ ان هي في كامل وعيها وبتكلمه عادي ولا كأنها متحولة لهالك ولا حاجة، رغم ان هو خد سنين كتير علشان يقدر يبقى واعي وهو متحول لهالك، وهي قدرت تعمل كده بمنتهى السهولة. وبيقول لها ان هي بكده شالت من عليه عبء كبير، ودلوقتي هيبدأ يعلمها تاني مرحلة، واللي بتكون ازاي تقدر ترجع لشكلها الطبيعي تاني بعد ما تتحول لهالك، علشان لو ما قدرتش تتحكم في النقطة دي هتفضل في هيئة هالك لمدة كبيرة. فبياخدها وبيعلمها حاجة زي اليوجا كده علشان يخليها ترجع لشكلها الطبيعي، وبيقول لها ان لازم يكون ذهنها صافي ومسترخية تماما علشان تقدر ترجع لهيئتها البشرية. وفي النهاية فعلا بيقدر يخليها تتحكم في نقطة التحول، وبيخليها تقدر تاني ترجع لطبيعتها وقت ما تحب. وبعد ما بيخلصوا النقطة دي بيبدأ بروس يدربها تدريبات تانية كتير علشان تقدر جين تستخدم قوتها صح.
وبنلاحظ من التدريبات ان جين بتتعلم بسرعة رهيبة وان هي اقوى شوية من بروس في معظم الحاجات، وبعد فترة صغيرة بتقدر جين تسيطر على قوتها وتتحكم فيها كويس جدا. وبتسأل بروس هي هتقدر تمشي من المكان ده وترجع لحياتها كمحامية امتى، فبيقول لها بروس ان في تحضيرات تانية اهم من التدريبات علشان تكون بطلة خارقة. فبتقول له ان هي مش عايزة تكون بطلة خارقة وان هي عايزة تبقى محامية عادية وتعيش حياتها زي اي بنت طبيعية. فبيحاول بروس ينصحها ما تضيعش قوتها المميزة دي في اللا شيء. فبتقول له ان هو بطل خارق وبينقذ العالم من الخطر، ولكنه وحيد ومنعزل عن العالم ومحدش بيسأل عليه ولا بيتواصل معاه، وهي عايزة يبقى ليها اهل واصحاب وحياة طبيعية. وبتاخد عربيتها وبتمشي. فبيحاول بروس يمنعها بالقوة ولكن هي بتتصدى له وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما بيكسروا البار اللي في بيت بروس. فبيوقفوا ضرب وبيقعدوا يصلحوا البار مع بعض. وبيقول لها بروس ان هي لو عايزة ترجع لحياتها تقدر ترجع عادي وان هو مش هيمنعها تاني. وبياخدها بروس يوصلها لعربيتها وبيقول لها لو غيرت رأيها تتواصل معاه، وبيودعها وبيسيبها تمشي علشان تروح تشوف حياتها. وبنرجع تاني للوقت الحاضر مرة تانية بعد ما جين حكت لنا الحكاية دي، وبتقول لنا ان مفيش حد يعرف موضوع ان هي بتتحول لهالك غير اهلها ونيكي صاحبتها. وبتروح جين للمحكمة وبتجهز نفسها علشان تقوم تترافع، ولكن قبل ما تبدأ المرافعة في بنت شريرة بتقتحم المحكمة لسبب مجهول. فبتستخبى جين من البنت دي على طول، لكن نيكي صاحبتها بتروح لها وبتقول لها ان ده انسب وقت تتحول فيه لهالك وتنقذهم. وبالفعل بتتشجع جين وبتتحول لهالك قدام كل الموجودين في المحكمة، وبتهزم البنت دي وبتنقذ الموقف بسهولة. وبعد اللي حصل ده كل الإعلاميين بيتكلموا عن المحامية جين اللي بتتحول لهالك واللي أنقذت المحكمة واللي فيها من اقتحام البنت دي. فبتتشهر جين جدا في كل مكان ومفيش حد في البلد ما بيكونش بيتكلم عنها، ومن الآخر بتبقى هي الترند في البلد وبيسموها باسم الأنثى هالك. وبنشوف جين ونيكي وهم داخلين لبار عادي بس بيكون كل اللي في البار معجبين بقوتها وبينادوها بالأنثى هالك. وبتفضل نيكي في الوقت ده تنصح جين ان هي تبقى بطلة خارقة، لكن جين بتكون رافضة تماما وبتقول لها ان هي هتفضل محامية زي ما هي، لان الابطال الخارقين دول ما بياخدوش رواتب ولا ليهم حتى تأمين صحي. ومن الاخر شغلة الابطال الخارقين دي ما بتاكلش عيش. لكن بيقاطع كلامهم مدير جين في الشغل وبيقول لها ان هم خسروا القضية اللي هي كانت بتترافع فيها لان هي اتحولت لهالك وانقذت هيئة المحلفين في المحكمة، وعلشان كده المكاتب اللي حواليهم بدأوا يتكلموا عن الموضوع. وطلع اشاعات واقاويل ان هيئة المحلفين هتنحاز ليها بعد ما هي انقذت حياتهم، فخسروهم القضية بالقصد عشان خايفين على سمعتهم. وكل ده بسببها هي وبسبب اللي عملته في المحكمة، وعلشان كده بيبلغها ان هي مطرودة من المكتب عنده. فبتتصدم جين لان مستقبلها كمحامية بقى في خطر. ومن ساعتها بدأت جين تدور على شغل في كل مكاتب المحاماة، لكن كل المكاتب بترفضها بسبب الجدل اللي حواليها وما بتلاقيش اي شغل. وفي يوم وهي قاعدة مع نيكي بتدور على اي شغل اونلاين بتجيلها رسالة من امها بتعزمها فيها على غدا عائلي بالليل. وبتكون جين في الوقت ده مكتئبة ومش عايزة تروح، ولكن نيكي بتقنعها تروح وتفك عن نفسها. وبالفعل لما بيجي الليل بتروح جين لبيت اهلها وبتقعد تتغدى مع الاسره كلها، ولكن بتكون متضايقه جدا ومش مرتاحه من القعده معاهم علشان شويه بيكلموها عن شغلها اللي اترفدت منه وشويه بيكلموها عن قوتها الخارقه واللي كانت السبب في طردها من الشغل، وبيفضلوا يضايقوها بالكلام لحد ما ابوها بيحس ان هي متضايقه وبياخدها وبينزل يقعد معاها على انفراد في السرداب. وبيقول لها ابوها ان كل شيء هيتحسن وهيبقى تمام وان هو فخور بها جدا. وبيقول لها ان هو مش مصدق ان هي صامده رغم كل اللي مرت بيه، وبيفضل يشجعها ويدعمها. فبتتأثر جين بكلامه وبتشكره على تفاهمه ودعمه ليها. وبعدها بتمشي جين وبتروح تقعد تشرب شويه في بار لحد ما بيجي شخص اسمه هولدن يتكلم معاها. وبيقول لها هولدن ان هو اللي خلى رئيسها في الشغل يطردها علشان هو عايزها تشتغل معاه هو. فبتوافق جين على طول من غير اي تفكير ومن غير حتى ما تعرف هو عايز يشغلها ايه، وده لانها دورت على شغل كتير ودي فرصتها الوحيده علشان تشتغل. وبيجي تاني يوم وبتروح جين للشركه وبتقابل هولدن وبتساله هي هتشتغل ايه بالظبط. فبيقول لها ان كل يوم بيزيد عدد الناس اللي عندهم قوه خارقه، ومع زياده عددهم بتزيد مشاكلهم، وعلشان كده هو قرر يعمل قسم خاص بيهم في المكتب عنده، وهي هتبقى رئيسة القسم ده علشان شهرتها الحالية وعلشان هي عندها قوة خارقة برضه. وبيقول لها تتحول لهيئة هالك طول ما هي في الشغل لان هو محتاج هيئة هالك اكتر ما هو محتاج لشكلها الطبيعي. وبياخدها هولدن على مكتبها وهناك جين بتقابل صاحبتها نيكي لان جين طلبت من هولدن ان نيكي تبقى المساعدة بتاعتها، فهو وافق وعينها معاها. وبتفضل جين تتكلم مع نيكي وبتقول لها ان هي متضايقة جدا، وده علشان كل الناس هتبقى فاكرة ان هي اتوظفت علشان شكلها كهالك ومش عشان مهارتها كمحامية. فبتقول لها نيكي ان هي فاهمه كلامها لكن مفيش فرصه شغل زي دي هتجيلها مره تانية وما ينفعش تفوت الفرصه دي.
وبعدها بتروح جين تقعد مع هولدن علشان تستلم اول قضيه ليها، وبتتفاجئ ان اول قضيه هتستلمها هي اطلاق سراح شخص اسمه ايميل بولونسكي. واول ما جين بتسمع اسمه بتنصدم، لان ايميل ده يبقى شخص شرير ومسجون في سجن مشدد الحراسه، لان هو بيقدر يتحول لوحش زيه زي بروس، ولكن مع اختلاف الشكل واختلاف القوه، لان هو بيكون قوي جدا. وتواجه هو وابن عمها بروس قبل كده وكان على وشك انه يقتله، لكن بروس قدر يتغلب عليه ومن ساعتها هو محبوس. فبترفض جين تستلم القضيه دي، لكن هولدن بيقول لها ان محدش هياخد القضيه دي غيرها، وان هي لو ما اشتغلتش على القضيه دي مش هتشتغل معاه من الاساس. وهو بيقول لها ان هو هيسيبها تفكر وتقول له لو كانت هتستلم القضيه ولا هتسيب الشغل، وبينصحها تقابل ايميل الاول وبعدها تاخد قرار في الموضوع ده. فبتقتنع جين بالفكره، وبالفعل بتروح تقابله في السجن، وبيكون مسجون في زنزانه متامنه كويس جدا. وكل ده بيبين قد ايه ايميل ده خطير جدا وما ينفعش يتم اطلاق سراحه، لكن لما جين بتشوفه بيكون في هيئته البشريه وشكله عادي جدا. فبيبدا ايميل يتكلم معاها ويعرفها ان هو قدر يسيطر على نفسه وعلى الوحش اللي جواه زي ما هي بتسيطر على نفسها، وبيفضل يشرح لها قد ايه هو ندمان على الحاجات اللي عملها قبل كده، وان هو كبر في السن وبيتمنى يعيش اللي باقي من حياته وهو حر وزي اي حد طبيعي. فبتتأثر هنا جين وبتحس ان هو صادق في كلامه، وبتقوله ان هي هتفكر وتقرر لو هتستلم قضيته ولا لا. وبيجي تاني يوم وبتتصل جين ببروس وبتعرفه بموضوع قضية ايميل، وبتسأله عن رأيه هل هو موافق ان هي تستلم القضية دي ولا لا. فبيقول لها بروس ان معركته مع ايميل بقالها سنين طويلة جدا لدرجة ان هو نسيها، وبيقول لها ان الناس بتتغير بالوقت وفي احتمال كبير ان ايميل يكون اتغير فعلا ويستحق الفرصة دي، وبيديها الاذن ان هي تستلم قضية ايميل. وبعدها بتقفل جين معاه وبتتصل بهولدن وبتعرفه ان هي موافقة تستلم قضية ايميل. فبيقول لها هولدن تفتح تشوف الاخبار في التلفزيون، وبيقفل معاها المكالمة. فبتستغرب جين وبتفتح التلفزيون، وهنا بتتفاجئ بان في فيديو منتشر لايميل وبيكون بيشارك في مباراة مصارعة سرية وهو في هيئة الوحش، وده بعد ما قدر يهرب من السجن بطريقة مجهولة محدش يعرفها. فبتتصدم جين وبتروح للسجن اللي ايميل كان مسجون فيه، والغريب ان هي بتلاقيه محبوس هناك عادي. فبتطلب منه تفسير للهروب بتاعه اللي كل الاخبار بتتكلم عنه. فبيقول لها ان هو ما هربش، لكن في شخص اجبره ان هو يخرج من السجن بطريقه ما علشان يعمل مهمه مجهوله لسه هنعرفها قدام. وبعد ما خلص المهمه هو رجع للسجن مره تانية بارادته، رغم ان هو كان يقدر يهرب عادي. فبتساله جيم مين الشخص اللي اجبره ده، فبيقول لها ان الشخص ده ساحر وبطل خارق مشهور جدا واسمه وانج. فبتقرر جين تقابل الساحر وانج ده وتعرف منه ايه السبب اللي خلاه يجبر ايميل عشان يهرب من السجن. وبالفعل بتبعت له جين رساله وبيستجيب وانج ليها، وبيجي يقابلها في المكتب بتاعها، وبيقول لها وانج ان كلام ايميل مظبوط وان هو فعلا اجبره يخرج من السجن، وده علشان هو كان بيتدرب على القتال وكان محتاج خصم قوي جدا يواجهه، وايميل كان انسب واحد للمهمه دي. فبتستغرب جين شوية من السبب ده، بس بتتفهم الموقف لأن هو ساحر وبطل خارق وكان محتاج يتدرب شوية. فبتقول له جين إن هو لازم يجي يشهد في محاكمة إيميل بالكلام ده، لأنهم مش هيطلقوا سراحه غير لما يفهموا حقيقة موضوعه. فبيوافق وانج إن هو يشهد في المحكمة، وبيجي تاني يوم وبتروح جين للسجن اللي إيميل فيه علشان المحاكمة هتكون هناك، وده لأن هم لسه مش قادرين يثقوا في إيميل وينقلوه المحكمة عادية. بتبدأ بعد كده المحاكمة، وبيقول إيميل خطاب للموجودين وبيشرح لهم فيه قد إيه هو ندمان على كل جريمة عملها، وإن السجن فعلا أعاد تأهيله وحوله 180 درجة، وهو مستحيل يأذي أي شخص مهما حصل تاني. وكمان هو بقى قادر دلوقتي يتحكم في الوحش اللي جواه، وبقى بيقدر يسيطر على نفسه في كل الأحوال. وكمان بتستعين جين بأكتر من شاهد يثبتوا إن إيميل اتغير، وحتى وانج بيجي يشهد على كده، وبيعرف القضاة وهيئة المحلفين إن هو اللي أجبر إيميل على الخروج من السجن علشان كان عايزه في مهمة، وبعد ما خلصوا المهمة عرض عليه الحرية، لكن إيميل رفض تماما ورجع للسجن بإرادته. والقضاة وهيئة المحلفين بيتأثروا جدا، ولكن بيأجلوا النطق بالحكم لحد ما يدرسوا كل الحقائق دي أكتر. وبعد كام يوم بنشوف جين وهي في السجن مع إيميل علشان ميعاد النطق بالحكم، وبيتحكم على إيميل بإطلاق سراحه، لكن بشرط واحد ان هو ما يتحولش لوحش ابدا تحت اي ظرف. وطبعا ايميل بيوافق على الشرط ده، وبكده يكون اتحرر ايميل من السجن. وبيشكر جين على مساعدتها ليه، وبيقول لها ان هو هيبقى راجل حر بفضلها هي. وبعدها بتتقلب الاخبار على اطلاق سراح ايميل، وكل القنوات بتكون بتتكلم عن جين اللي خرجت وحش من السجن. فبتطلع جين في لقاء تلفزيوني وبتدافع عن نفسها وعن موكلها، وبتحسن صورتهم شويه قدام الناس. وبعد ما بتخلص اللقاء بنشوفها وهي راجعه بيتها عادي، ولكن فجأة بيظهر قدامها 4 شباب معاهم أدوات خارقة وعايزين يضربوها.
فبتتحول جين للأنثى هالك وبتفضل تضرب فيهم واحد ورا التاني، وأثناء ما هي بتضربهم بيكون في واحد بيحاول يحقنها بحاجة ولكن ما بيقدرش يخترق جلدها الأخضر، وبتقدر جين تضربهم وبتخليهم يجروا ويهربوا. وأول ما الشباب دول بيبعدوا عنها بيقفوا يتكلموا مع بعض بخصوص اللي حصل، وهنا بنكتشف إن في شخص بعتهم علشان ياخدوا عينة من دمها، وبنستنتج إن الشخص اللي بعتهم ده عايز دم جين علشان يستخدمه في التحول لهالك، أو الأدهى من كده إن هو يصنع جيش كامل من هالك علشان يبقى تحت إيده. ولكن ده استنتاج مش أكتر، وهنكتشف مين الشخص ده وعايز إيه بالظبط من جين في الحلقات الجاية. وبيخلص الجزء الأول من المسلسل.